مباراة طبعا ومكسب كان مهم جدا للنادي الاهلي بالنسبة لبداية مشواره في بطولة افريقيا، وزي ما قلت قبل كده ان المباراة في متناول النادي الاهلي بناء على الحالة الفنية اللي بيظهر عليها النادي الاهلي من مارسيل كولر الفترة الأخيرة. والراجل كان واقعي جدا جدا في المباراة، استعاد القوة الضربة بتاعته بالنسبة للتشكيل، عودة بقى مروان عطية، عودة كهربا، عودة حسين الشحات رغم تألق رضا سليم. الكلام ده بيعمل له استقرار كبير جدا في الفرقه. وجود طبعا باكين الطرف علي معلول ومحمد هاني، والاثنين سنتر باكين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وقدامهم طبعا بيشتغل مروان عطيه، بيسهل الامور كتيره قوي على الناس اللي بتلعب قدام، وبيسهل الامور اكتر على الناس اللي بتلعب في نص الملعب اللي هم اساس همزه الوصل ما بين خط الظهر وما بين المهاجمين. يمكن المباراه ما فيهاش كلام كتير، ليه؟ لان النادي الاهلي يعني استحوذ تقريبا على مجمل حيثيات المباراه، لكن خد اللي هو عايزه من الجيم، حقق مكسب مهم 3 نقط وسجل عدد اهداف كويس، وده ساعده ان هو يشارك اكبر عدد من اللعيبه عشان يبقى في انسجام ويقدر ان هو يعتمد على جزء كبير جدا من الفرقه الفتره اللي جايه، سواء بقى في افريقيا او حتى على مستوى الدوري. عجبني جدا الموقفين بتاع الهدف الاول وبتاع الهدف الثاني، في تناغم وفي ترابط غير طبيعي، وفي نفس الوقت في ترجمه تدي لك ايحاء ان لا، في شغل مدرب. لان الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي ده بيبقى صعب جدا ان اللعيب بس هو اللي يطبقه، لازم يكون في مدرب ولازم يكون في شغل، ولازم يكون اللعيبه دي بتتمرن على الكلام ده باستمرار. بالنسبه للجول الاولاني، جت هنا بعد كده اتعمل لها روتيشن، وصلت الكره هنا عند الراجل اللي بيتحكم في رتم المباراه مروان عطيه، حط الكره هنا. بالنسبه للباك الشمال علي معلول، الراجل عنده حلين، يا اما يلعب هنا في عمق الملعب ودي يبقى فيها ريسك نتيجه للكثافه اللي موجوده عند سان جورج ان هم يطلعوا يعملوا ضغط على امام عاشور، وبالتالي يبقى في هجمه مرتده، وان كان لسه برضو النتيجه 0-0. يا اما يلعب من مره واحده هنا الكوره في المساحه لحسين الشحات ويجبر الراجل ده ان هو يشتغل فردي 1 على 1، وبرضو كان عليه رقابه. ايه اللي حصل؟ حصل ان في انسجام كان واضح، وحصل ان في لينك ما بين حسين وما بين امام عاشور وما بين علي معلول، وبالتالي في جبهه ان الراجل ده اول ما استلم الكوره هنا، الكلام ده حصل في اقل من الثانيه، اوتوماتيك حسين الشحات راح داخل في المساحه الفاضيه اللي بالشكل ده هنا، وامام عاشور راح مغير المركز بتاعه، طلع مكان حسين الشحات في المنطقه دي، طق على طول الكره اتلعبت لحسين الشحات، الراجل ضغط عليه من لمسه واحده، الراجل حط الكره لامام من لمسه واحده، امام راح حاطط الكره لحسين الشحات، والراجل ده اوتوماتيك كان بيتحرك. مستحيل يعمل التحركات دي وياخد الوان تاتش ده وبعد كده يتحرك في المساحه الفاضيه غير لما يكونوا متمرنين على الكلام ده في التمرين، ويكونوا عارفين كويس جدا ان انا لما الكره تجيلي من هنا واخش من بره لجوه والراجل ده يخش من جوه لبره ويحصل السويتش اللي احنا شفناه ده، ان الكره مش هتجيلي في المنطقه دي. الكره اتلعبت له بمنتهى الاتقان، اتقان من حسين من البدايه اللمسه الواحده، اتقان من امام، وان هو قرا الفكر بتاع حسين بسرعه، الكره اتلعبت له راح في وسط الزحمه، ثقه، شخصيه، امكانيات ومهاره رغم الضغط، عدى الراجل بمنتهى السهوله وبمنتهى الاريحيه، وحط الكوره برده بمنتهى العقل وبمنتهى البساطه، ما كانش فيها اي مشكله خالص. نفس الكلام في الهدف الثاني، هتلاقي ان في شغل مدرب وان في شغل جماعي بيتعمل من جانب اللعيبه في الملعب، ان النادي الاهلي طمع سان جورج في حته التحضير شويه، هو عايز يخلق مساحات، وان النتيجه برده لسه 1-0، نتيجه مقلقه شويه. اما النادي الاهلي سحب نفسه وعمل عمق دفاعي بطول الملعب، محمد عبد المنعم هنا ورامي ربيعه، والاثنين باكين الطرف علي معلول ومحمد هاني، وهتبص تلاقي الثلاثه بتوع نص الملعب الارتكاز كلهم نزلوا تحت الكوره، مروان عطيه وهنا امام عاشور وهنا اليو ديانج، وهتلاقي حسين الشحات اوتوماتيك، وهنا برده بيرسي تاو. الوحيد اللي فضل متواجد في الجزئيه دي عشان يضغط على الاثنين سنتر باكات هو كهربا. فده اكبر سان جورج ان خلاص بقى يبقى عنده اندفاع هجومي. الناس دي طلعت بالشكل ده، باكين الطرف طلعوا هنا بالشكل ده، الاثنين اللي في نص الملعب بدا يبقى في اضافه ليهم في نص ملعب النادي الاهلي، وبدا الاثنين السنتر باكين برضو يعملوا زياده بحيث ان هم يطلعوا بالكره من تحت بشكل كويس. بدا كهربا يضغط، فبدات الكره تتلعب هنا في المنطقه المحظوره او في الريد زون بتاع نص ملعب النادي الاهلي. فبمجرد ما الكره وصلت هنا، ضغط قوي جدا وضغط ثنائي، يعني مش ضغط فردي، امام عاشور ومروان عطيه الاثنين مع بعض قطعوا الكره، مروان عطيه مشي بالكره شويه. هل بقى الناس فضلت واقفه مكانها كده؟ هل كهربا فضل واقف مكانه كده وكان عايز ياخد الكره هنا مثلا او ياخد الكره هنا مثلا؟ لا، ايه اللي حصل؟ كهربا ما فضلش واقف في مكانه، بالعكس اتحرك في ظهر الناس في المساحه الفاضيه. حسين الشحات ما فضلش برده واقف مكانه او عايز ياخد الكره في رجله او ان هو ياخد الكره على الخط، لا، برده اشتغل بفكر ايجابي وراح عامل تبادل للمراكز مع كهربا ودخل مكان كهربا، وكهربا هو اللي طلع مكانه، بالتالي ده لخبط الناس اللي موجوده هنا. الكره اتعملت لهم باتقان كبير جدا من مروان عطيه في المنطقه الفاضيه، بيرسي تاو مكمل عقبال ما الناس دي تلم بقى نفسها وترجع، كان خلاص كهربا اصلا حاسس بظهره ولاعب الكره هنا عليت منه شويه، لكن راحت لحسين الشحات في المكان المظبوط. الراجل رغم ارتفاع الكوره بيستلم بمنتهى السهوله رغم الضغط بقى اللي عليه، وبيقف على كورته وبيوجه وبيحط الكره في قلب الجون، يعني مفيش احلى من كده. الكلام ده
مش كلام بيجي اعتباطا كده، ده كلام الناس بتتمرن عليه، يعني ده كلام الناس بتتمرن عليه، التحركات والحاجات التفاصيل الصغيره دي ما بتجيش كده من فراغ.